من اهم المهارات اللي خاصك تتقن كتاجر هو الطريقه كيفاش تتعامل مع الكليان. سواء كنتي كتبيع منتوج او لا كتقدم خدمه، الكليان هو اهم عنصر في المشروع ديالك. كان عندك كليان غيكونوا المبيعات وغيدخلوك الفلوس، ما كانش عندك كليان ما غيكونوش المبيعات، وللاسف المشروع ديالك غادي يفشل. داكشي علاش في هذا الفيديو غنهضروا على 8 ديال الانواع ديال الكليان والطرق كيفاش غادي نتعاملوا معاهم، حيت كل كليان والشخصيه ديالو، كل كليان والطريقه كيفاش كيتعامل بها. وانت كتاجر ناجح خصك هذاك الكليان تعيق به من الاول وتعرفوا كيفاش الكاركتير ديالو، باش تعرف الطريقه اللي غتتعامل معاه بها، باش في الاخير يشري من عندك ويخرج فرحان. ورد بالك من اخر نوع ديال الكليان. النوع الاول هو الكليان اللي عارف راسو اش باغي. هذا النوع من احسن الانواع ديال الكليان، حيت عارف راسو اشنو باغي يشري، ومهما جا عندك المحل الا وعنده النيه باش يشري، بشرط انه يلقى عندك داكشي اللي كيقلب عليه. هذا النوع خاصك تجاوبه بطريقه مباشره على السؤال ديالو بلا ما تزيد من راسك حتى شي حاجه، حيت في الغالب قبل ما يجي عندك كيكون جامع بزاف ديال المعلومات على داك المنتوج اللي باغيه. اذا خاصك تجاوبه على سؤاله فقط وتحاول تعطيه داكشي اللي كيقلب عليه في اقرب وقت. بالنسبه للنوع الثاني ديال الكليان هو الكليان المتردد، وهذا النوع ما كيكونش قادر انه يتخذ قرار في شنو باغي يشري، ولا بعض المرات ما كيكونش عارف راسو كاع اشنو باغي يشري. وهو نفس النوع اللي كتلقاه كيدور على بزاف ديال المحلات وفي الاخير ما كيشريش، ماشي حيت ما عجبوش المنتوج او لا جاه الثمن غالي، ولكن حيت ما قادرش ياخذ القرار بسرعه. هذا النوع خاصك تحاول تعرف اشنو الحاجه اللي مخلياه متردد، وتحاول تعطيه اختيارات قلال باش ما تزيدش تصعب عليه عمليه الشراء. النوع الثالث هو الكليان المشاهد. هذا النوع في الغالب ما كتكونش عنده النيه باش يشري، كيدخل المحل غير باش يشوف شنو كتبيع ويعرف الاثمنه، واخا عارف راسو ما غاديش يشري. والصراحه هذه القضيه فينا كاملين، بعض المرات كتدخل شي محل غير باش تضيع الوقت، خصوصا الا كنتي داير مع شي حد وتعطل عليك، كتقول بدماجه ندخل نضر دويره في هذا المحل هذا ونشوف اشنو كيبيعوا، واخا عارف راسك ما غاديش تشري. هذا النوع سهل التعرف عليه، حيت من خلال النظرات ديالو كيبان لك انه ما كيقلبش على شي حاجه معينه. اللي خاصك دير هو انك تعطيه الحريه يتسارع في المحل، وفي حاله ما الا طرح عليك سؤال حاول تجاوبه بكل فرح، وما تبينلوش بانك راك ما باغي غا فوقاش يخرج، واخا عارفه ما غاديش يشري. حاول تتعامل معاه بواحد الطريقه مزيانه وتحسوا بانه مرحب به واخا ما غاديش يشري، حيت ممكن هذا النوع دابا ما يكونش مهتم بداكشي اللي كتبيع وما باغيش يشري، ولكن الا خليتي عنده واحد الانطباع مزيان وتعاملتي معاه واحد التعامل مزيان، كون على يقين نهار غادي يفكر يشري غيجي عندك انت الاول، حيت تعاملتي معاه مزيان وعطيتيه وقت. النوع الرابع هو الكليان المشكاك. هذا النوع كيشك في كل شيء وخايف يتقولب، هو باغي يشري ولكن خايف يدار به، وكيكون دقيق الملاحظه ملي كتكون كتهضر معاه. في الغالب هذا النوع كتكون دارت به شي مره، داكشي اللي خلاه يوصل لهذه المرحله ويشك وما كيشري حتى كيتاكد مزيان من المنتوج، وخصوصا يثيق فيك انت صاحب المحل. وباش توصلوا لهذه المرحله خاصك تعرف الاسباب ديال المخاوف ديالو وتعطيه جميع المعلومات على ذاك المنتوج بما فيهم العيوب الا كانوا. المهم هو انك تكون صادق معه، حيت الا حس بك كتكذب عليه اولا انت براسك ما متاكدش من داك المعلومات اللي كتعطيه غادي يمشي بحاله. وإلا كان ممكن انك تعطيه ضمانات اخرى، بحال انك تقول له ممكن انك ترجع هذا المنتوج الا ما عجبكش، او انه ما خدامش، يعني تعطيه ضمانات اللي تخليه يشري من عندك وهو مرتاح وما خايفش انه دار به. النوع الخامس هو الكليان الاجتماعي. هذا النوع كتكون عزيزه عليه الهضره بزاف، ويقدر يجبد معك مواضيع بعيده على التجاره اللي كدير، وكتحس به بحال اللي جاي باغي يجمع ماشي باش يشري، ولكن في الاصل هو انسان اجتماعي وعزيز عليه الهضره مع الناس. مع هذا النوع خاصك الصبر وما تحسوش بانك باغي غتفك منه، وتحاول مره ترجعوا للموضوع الاساسي ديال البيع والشراء. النوع السادس هو الكليان الفهيمي. هذا النوع كيبغي يبين لك باللي هو كيفهم احسن منك في داكشي اللي كيبيع، وشنو ما قلتي له كيبغي يبين لك باللي راه عارف احسن منك، ويقدر بعض المرات يعطيك نصائح كيفاش تبيع وتشري، كيفاش تقاد الديكور ديال المحل ديالك. المهم عنده هو يبان واعر عليك. هذا النوع خاصك تخليه يهضر ويقول كاع داكشي اللي عنده، وما تدخلش معاه في جدال وتبغي تبين له بانه راه غلط، حيت في الغالب هذا النوع ما كيكونش كيتفاك، واخا عارف راسو غلط
ما كيبغيش يعترف وكيبقى مصر على الهضره ديالو. وما تنساش باللي الهدف ديالك انت هو تبيع، ماشي تبين للكليان بانه راه غلط ولا تدخل معاه في شي نقاش اللي ما غيفيدك بحتى شي حاجه. النوع السابع هو الكليان الشطيري. هذا النوع هو الاكثر انتشارا في المغرب، كيبغي يدي سلعه مزيانه بثمن ناقص. والصراحه هذه القضيه فينا كاملين، ضروري ما نشطروا مع مول المحل قبل ما نشريو من عنده. ولكن النوع اللي كنقصد هنا هو داك النوع اللي كيبقى لاصقك بالشطاره وما كيبغيش يتفاك وما كرهش ياخذ داك المنتوج فابور، وكل ما زدتي نقصتي له ما كيقنعش وكيقول لك زيد نقص ليا. وهو نفس النوع اللي كتلقاه كيكذب وكيقول لك باللي لقيت نفس المنتج اللي كتبيع او الخدمه اللي كتقدم في بلاصه اخرى وبثمن ناقص بزاف عليك، ويقدر يحلف لك كاع المهم عنده هو انه ياخذ داك السلعه باقل ثمن. هذا النوع الصراحه كيضيع لك الطاقه وكيضيع لك الوقت، حيت ما كيتفاكش واخا ما كتبغيش تنقص له في الثمن. وفي هذه القضيه ديال الثمن خاصك تكون صارم، ومنين تجيب السلعه خاصك دير واحد الثمن اللي ما يمكنش تهبط عليه واخا يكون اللي كان، وما عمرك تنقص في الثمن وتبيع بثمن طايح بحجه انك تكسب كليان باش يبقاو يجي عندك. خاصك ضروري تعطي قيمه لذاك المنتج اللي كتبيع او الخدمه اللي كتقدم، ضروري خاصك تعطيها قيمه، حيت في غالب الاحيان هذاك الكليان اللي كتعامل معاه مزيان وكتنقص له اكثر من اللازم ما كيوليش يرجع عندك. واخر نوع واصعب نوع ديال الكليان هما العائله والاصدقاء. انا عارف باللي صحابي وعائلتي غادي يتقلقوا عليا، ولكن هذا هو الواقع. الا بغيتي دير شي مشروع حاول تبعد ما امكن على الحي اللي ساكن فيه ولا البلاصه اللي كيعرفوك فيها الناس بزاف، حيت مع الاسف في المغرب ما عندناش الثقافه ديال التشجيع. يشوفوك درتي شي مشروع جديد يجيو يشريو من عندك بهدف انهم يعاونوك ويساندوك حتى توقف على رجليك، بالعكس كيبغيو يشريو من عندك باش تبيع لهم باقل ثمن وبعض المرات تعطيهم داك الشيء فابور. ماشي كاع العائله بحال هكا، ولكن الاكثريه فيهم هذه القضيه. كاينين عائلات اللي كيشجعوك ويساندوك حتى توقف على رجليك، ولكن قلال. وعلاش قلت لكم اصعب نوع؟ حيت الا مشيتي درتي معاهم شي غلطه، مثلا المنتوج اللي شراو من عندك ما صدقش مزيان اولا ما عجبهمش، ما غيخليو لما يقولوها وما غاديش يرحموك. ممكن الا كان شي كليان براني غادي تتفاهم معاه، اما العائله صعيب. وباش ما تفهمش هضرتي غلط، انا كنهضر تبعد على العائله في التجاره فقط، وما كنعنيش انك تقطع الصله ديالك بهم بصفه نهائيه. العائله كتبقى عائله، ولكن الخدمه خدمه عندها قواعد وشروط اللي خاصها تمشي عليها. الاساس في النجاح في التجاره هو الانضباط والمعقول، وكيف ما كان النوع ديال الكليان حاول تكون ديما هادئ وخصوصا صبور، وما عمرك تقلق او تعصب مع الكليان حيت ماشي في مصلحتك. وما تنساش بان الهدف الاول والاخير ديالك هو انك تكسب كليان وتبيع. خاص التركيز ديالك يكون ديما في هذا الاتجاه وماشي في حاجه اخرى. اذا كانوا هادو بعض انواع ديال الكليان، ماشي كل شيء، حيت كاين بزاف ديال الانواع ديال الكليان. الا كان شي نوع كتعرفوا انت وما هضرناش عليه، حاول تخليه لنا في كومونتير باش نستافدوا من التجربه ديالك. كنتمنى لكم التوفيق ونشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.